السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جريبة ملكة. غنحضر معكم كفتة ديال الرز، كتجي سهلة واقتصادية. وما تنساوش تدعموني الى عجبكم الفيديو او ديروا متابعة باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. هي كتجي سهلة واقتصادية، وجربوها وتبعوا الفيديو راه غادي يطلع لكم زوينة. دابا عندي هنا الكفتة من بعد ما طحنتها ديال الدجاج. قياس اللي عندكم نتوما. هنا عندي شويه الرز بعد ما سلقته وصفيته، شويه الملحه. هنا عندي مطيشه شويه محكوكه. عندي هنا شويه ديال الحك مطيشه. عندي شويه واحد مطيشه لاصوص كنت درتها معكم، شاركتها معكم شحال هادي. عندي هنا شويه الربيع مخلط قزبره ومعدنوس. عندي هنايا شويه الثومه، قياس حسب جوج روايصه ديال الثومه. هنايا من بعد غادي ندير العطريه. هنا درت الخرقوم. عندي هنايا بجوج نديرهم في هذيك المقله وفي ديك الكفته. هنا الكمون، شويه السكينجبير، شويه البزار. كندير هنا شويه القياس اللي غادي. هنا عندي شويه الملحه. هنا شويه ما نكثرش الملحه حيت انا سلقت الرز بالملحه. هنا عندي شويه الزيت، قياس على حسب واحد 4 كاس ديال الزيت. درتو حتى شويه لهذيك الرز. انا من بعد ما غادي نديرها تشحر هذيك لاصوص. انا نخلط هذاك الرز مع هذيك الكفته ديال الدجاج. وانتم اي كفته عندكم راه غادي ديروه، كيجي زوين واقتصادي، الواحد يبدل شويه وصافي. هنايا من بعد دابا ما خلطتها مزيان، غنزيد لها ديك لاصوص، غنزيد لها شويه الماء باش تقلى. ومن بعد غادي ندوزو لسميتو، غادي نكركبوها نيت ديك، نديروها كويرات. كدهني يدك بشويه الماء باش ما الحاجه ما كتلصقلكش في يدك. وانتم القياس اللي بغيتو انتم غادي ديروها. من بعد انا دابا ما نكملها كامله. انا بعد ما دابا من ساليتها، هي ديك لاصوص راه تشحرات مزيان. غادي ندير هذيك الكفته، غنديرها دابا طيب ونقص عليها البوطه ونخليها طيب على خاطرها. ودابا من بعد ما نكملها كامله نزيد لها شويه الماء اللي غطيب فيه، ونخليها حتى تقلى مزيان. زدت لها شويه الحامض مصير ونخليها تغطى. دابا من بعد هي ما كملات ما طابت. هي كتجي شوفوا كي تجي في التحضير ديالها. ها انت دابا من بعد ما طابت كيجي الوسط باين بان راه الروز مع الكفته، وراه كتجي زوينه. جربوها.